سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. جيسبر تكونوا كاملات بخير. في هاد لا فيديو هادي غادي نحاول نعطيكم لي باز باش تبنيو واحد الثقه في راسكم ان شاء الله. اول حاجه خاصك تعرفي راسك انتي شكون. الا جبنا لك واحد الشخص في الزنقه ما كتعرفيش شكون هو، واش ممكن تثقي فيه؟ مستحيل، ما عمرك ما غتثقي فيه. وراه نفس الحاجه مع راسك. باش نثق في راسي خاصني نعرف شكون انا، نعرف نقاط القوه ديالي، نقاط الضعف ديالي، شنو الحوايج اللي كيقلقوني، شنو الحوايج اللي كيأثروا عليا، شنو الحوايج اللي مازالين ضاريني وما بريتش منهم. هنا فاش تكوني كتعرفي راسك حق المعرفه كتولي كتثقي في راسك، كتولي عارفه راسك علاش قاده، كتولي عارفه راسك شنو دوزتي وخرجتي منه. وحتى النقاط ديال الضعف ديالك والعيوب ديالك يا اما غنبغيهم يا اما غنتقبلهم. الحاجه اللي غتبدل اوكي بدليها، مثلا في الشكل ديالك ولا في الشخصيه ديالك، ولكن الحوايج اللي ما غيتبدلوش نتقبلهم ونحاول نبغيهم. هكا غتولي ثقه في راسك. ولا جا شي واحد حاول يعايرك بهذوك العيوب ولا بهذوك النقاط ديال الضعف ديالك، كتكوني انت ديجا عارفاهم ومتقبلاهم وما عندكش مشكل. دونك هنا كتبقاي ثقه في راسك وما كتبدل حتى شي حاجه. ثاني حاجه هي الاعتماد على الله عز وجل، ولو انها كانت خاصها تكون الحاجه الاولى. شوفي، لا غير شي حد عنده باباه متصرو ولا ماماه متصراه كتشوفيه ديما ما خايفش، تيق في راسو، كيدير اللي بغا. علاش؟ حيت كيقول راه عندي شي حد مكالي عليا. فما بالك انتي الا كان الله سبحانه وتعالى هو القوه ديالك في حياتنا. فاش كنكونوا كنديروا الدعاء كنتوكلوا على الله عز وجل، اي حاجه كنربطوها بالله، اي حاجه كنقولوا ربي مكتبها فيها خير لعله خير، فريمون كنكونوا تايقين في راسنا. علاش؟ حيت كتكوني عارفه بلي معاك شي حد، وماشي اي واحد، معاك الله عز وجل، العظمه ديالو كافيه. دونك فاش كنبغي ناخذ شي خطوه في حياتي كنثق في راسي، ما كنخافش ندوز امتحان ولا كونكور ولا حتى نقول راه ربي معايا. النصيحه الثالثه البنات هي ملي تبغي تاخدي شي قرار، بغيتي غير تشري شي لبسه، راه ماشي ضروري تصوريها للمغرب كامل، تصوريها لصاحبتك واختك وبنت خالتك وكل شيء يختار، ومن بعد تكوني انت ما مقتنعاش بواحد اللون مثلا وهما شكروه لك وكتشريه. لا، شوفي، من اليوم عطي لراسك فرصه انك انت اللي تختاري، انك انت اللي تاخدي القرار. هادشي كيخليك ثقه في راسك. اي حاجه بغيتي ديريها في حياتك عطي لراسك فرصه انه هو يعطيك شنو بغا. سولي راسك انا شنو بغيت، انا شنو كيعجبني. هكا كتحسي راسك باللي راه انتي واحد الانسانه قادره تاخد قرارات في حياتها، قادره تختار، وهكا راه الثقه ديالك في راسك كطلع. رابع حاجه اللي بغيت ندوي عليها هي المظهر ديالك. شوفي، راه انتي كبنت المظهر ديالك مهم بزاف. الثقه ديالك في راسك، تفكري معايا هادوك المرات اللي كنتي خارجه ولابسه شي لبسه ما عجباكش، ما مقتنعاش بها، كيفاش كنتي كتمشاي؟ باينه انه كنتي كتمشاي حانيه راسك، كتافك هابطين، ما مرتاحاش، جالسه وتتفكري. باغ كونطخ فاش تخرجي بواحد المظهر زوين انيق لايق بيك، تما كتكوني مرتاحه، كتمشي مزيان، ثقه في راسك. يعني راه فريمون المظهر كيلعب دور. لهذا هادوك الحوايج اللي ما بقيتش كنلبسهم نحيدهم. ماشي غتهزي الماريو ديالك كامل تلوحيه ولا تصدقيه وانت باقي ما شريتي حوايج، ولكن نولي نشري ماشي على حسب الموضه ولا شنو شفت عند البنات، على حسب شنو كيجي معايا وعلى حسب القطع اللي مهمين. نشري الكحل، نشري البيض، الحوايج اللي غيجوني مع كل شيء. وليت قلبي في بانتريست، قلبي في يوتيوب، قلبي على الطريقه باش تلبسي. كنتي من البنات اللي كيديروا الميك اب، ديري شي حاجه خفيفه وزوينه وتجي معاك، فهمتي؟ ما تقلدي حتى شي وحده، حاولي تكوني اونيك في المظهر ديالك. حيت بارفوا كنشوفوا شي حاجه طوندونس ولا كتعجبنا ولكن هي ما كتجيش معانا، ديكو فاش كتلبسيها تتحسي براسك ماشي حتى لهي. ردي البال المظهر ديالك، ردي البال شنو كتلبسي، ردي البال تكوني ديما انيقه، ديما مقاده، حوايجك مرتبين سامبل. راه هكا غادي تكوني ثقه في راسك حيت عارفه المظهر ديالك مزيان. خامس حاجه هي سبقي راسك على الناس. قد ما حسستي راسك باللي انتي الاولويه في حياتك قد ما تقتي في راسك. هذه معادله، قد ما سبقتي الناس على راسك هذيك الثقه كتهبط 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 حتى كتنعدم. كتولي انتي ما كتحمليش راسك وما كتثقيش في راسك. علاش؟ حيت ديما تتحسسي راسك باللي الاخرين اهم منك. لا، نسبق راسي ولو يتقلقوا الناس، ولو ما يعجبهمش الحال، ولو يخرجوا من حياتي، ولو يسميوني انانيه، سي با غاف.
اهم شيء ما نديرش شي حاجه تكون عنيه انني نضرهم. وتختاري راسك هذا راه ماشي شي حاجه خايبه، حيت حنا هاد النقطه بغيت ندوي فيها اكثر من اللي فات، لانه حنايا فاش كنختاروا راسنا كيبقاو يقولوا لنا الناس واكون انا طلبتي مني كون درت هذا الشيء، واكون انا في بلاصتك ما عمري كنت غنخليك، كون انا واخا تغلطي معايا ما كنتش غنسمح فيك الى اخره من الهضره الخاويه اللي ما عندها حتى شي اساس. دونك ما تخليهمش يحسوك باللي راكي درتي شي حاجه خايبه حيت اختاريتي راحتك، حيت اختاريتي راسك، حيت اختاريتي ديري معاهم حدود. لا، هذا ماشي ذنب وماشي حاجه خايبه، وهذا من حقك. دائما سبقي راسك في اي قرار في هذه الدنيا، سبقي راسك وشوفي ديك الحاجه واش مصلحتك انتي الاولى، عاد فكري الاخرين. حاجه اخرى البنات غتعاونك بزاف باش تثقي في راسك هي لو ديسكور انترن ديالك، لو مونولوج ديالك، كيفاش كتهضري مع راسك، كيفاش كندوي انا داخل دراسي. ما حدي كنقول انتي ما قداش، انتي فاشله، لا ما غنقدرش، ويلا مشيت درت هاد الحاجه وما صدقاتليش، ويلا خرجت راه الناس كيشوفوا فيا وما نقدرش ندير هاد الشيء. قد ما هذاك الشيء كامل السلبي اللي قلتي في راسك غادي يوقع، سويي سيغ داك الشيء كامل غيوقع اون ديتاي. لهذا بدلي الطريقه باش كتهضري مع راسك، حياتك غادي تبدل. واهم اوقات اللي تدوي فيهم مع راسك بطريقه ايجابيه هي الصباح مع تحلي عينيك، قولي انا ثقه في راسي، انا نستاهل نعطي الثقه لراسي. وفاش تبغي تنعسي هذيك الوقيته فاش يكون يلاه كيبغي يديك النعاس، هذاك الشيء اللي كتفكري فيه مهم بزاف وعقلك كيتيقو. يعني قبل ما ننعس ندير توكيدات واحد الحاجه زوينه بزاف، لانه حنا العقل ديالنا باغفوش يكون متيق شي حوايج ماشي حيت حقيقيين، غير حيت عاودناهم ليه بزاف. شي مره انتي ماشي مريضه وقلتي انا مريضه، انا دارني راسي ما مالي عيانه، مورا واحد الوقت قليل غتحسي براسك فريمون مريضه وعيانه وما قداش تنوضي، حيت عقلنا كيتيق شنو كيسمع. لهذا بدلي الطريقه باش كتهضري، ولو في الاول تكوني ما حسيتش بداك الشيء، ولو نكون كنقول انا كنثق في راسي وانا ما كنثقش في راسي في الحقيقه، خليني نقولها، غير قولي بحال هكاك، فهمتي؟ قوليها مره وجوج وثلاثه، مع الوقت غتلقاي دماغك ولا كيتصرف على هذاك الاساس. واخر حاجه هي بداي كتصرفي في حال النسخه اللي بغيتي توصلي ليها. فكري من هنا ل5 سنين كيفاش غنكون، واش غنكون واحد البنت ثقه في راسها، هادشي اللي بغيت اوكي، هاد البنت كيفاش غتكون كتعامل، واش غادي تخاف تهضر حدا الناس، واش غادي تخاف تدافع على حقها، واش غادي تخاف تنوض دير شي عرض ولا شي حاجه. لا، هذيك النسخه ما غتكونش دايره هكا. هزي المذكره ديالك وكتبي الصفات اللي فيها وبداي تصرفي على هذاك الاساس، ولو تكوني ما مرتاحاش انتي من الداخل، غير جربي. انتي ما كتثقيش في راسك مثلا انك تهضري حدا الناس، اولا كتحسي براسك قل من الناس وهما احسن منك، غنتصرف على عكس هذا الاساس، غنتصرف كنسخه اللي بغيت نوصل ليها ولو انا مازال ما وصلت. مع الوقت غادي تدربي عقلك انه يولي هكاك، وغادي تولي كديري هذاك الشيء راه كعاده، فهمتي؟ كديريها اليوم وغدا وبعد غدا، من بعد غتولي كديريها توجور بلا ما تحسي. وميم طون غادي تعلمي عقلك بلي داك الشيء اللي كنتي خايفه تواجهيه وما تيقاش في راسك ديريه راه ساهل، ماشي شي حاجه. واخر نصيحه هي توكلي على الله وما تبقايش تفكري بزاف. باغيه ندير شي حاجه وخايفه وما تيقاش في راسي واش غتصدق ليا ولا لا، نديرها، نتوكل على الله ونديرها ونشوف ديك الساعه النتيجه. باغفوا كنخوفوا راسنا على والو، كلشي غادي يدوز مزيان وكلشي غيكون بخير، غير حنا تخلعنا على والو. دونك حاولي تطبقي هذا الشيء وان شاء الله غتلقاي نتيجه. وبسلام عليك.